2-0 للعراق ونكمل للأخير واحنا ناخذ البطولة ناخذها احنا. واليوم اللي قول أيمن حسين ويا بعد واحد أقوى منه وانت تعرفه والله العظيم، بس كون إن شاء الله ينزلونه على جاسم. إن شاء الله اليوم 3-1 إن شاء الله، متفائلين لأن المنتخب هم أبطال، لو ما أبطال ما وصلوا لهاي النتيجة. والله إن شاء الله 2-0 إن شاء الله. إن شاء الله النتيجة 2-0 والله يوفقهم إن شاء الله. في ظل منتخبات قوية موجودة مثل أوكرانيا وأرجنتين والمغرب، هذول المنتخبات يعني متقدمة وأداهم متطور أكثر من عندنا، بس بالاحتكاك بلكي الله عسى ولعل أن نحصل نقاط أفضل.